ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله ام اي جي هتعمل بودكاست عن الطلاب اللي الحمد لله وصلوا للهدف بتاعهم. النهارده انا كاسلام مش مدرس خالص ولا اعرف حاجه الماني. النهارده جاست جايين ندردش كاني ما اعرفش اي حاجه خالص عن المانيا ولا اعرف ايه الخطوات المفروض ندرسها نعرفها عن الماني او الكلام ده كله خالص. لا، النهارده احنا جايين نتكلم مع ناس الحمد لله اللي وصلت للهدف بتاعها في المشوار الالماني، وهنسأله عن شوية حاجات يعني بحيث احنا ممكن نقدر نستفاد ان عنده أسئلة، اللي عنده حاجة كانت واقفة معاه ممكن يكون هو يعني مشى في الخطوة دي أو عملها اوريدي، فاحنا نقدر نستفاد من الاكسبيرينس بتاعت مازن. وهو مازن ده صديقي جاري أولا، يعني هو أصلا صديقه، يعني هو ساكن في الدور اللي فوقيه على طول، وطول النهار كنت بقعد أقنعه كل ما أشوفه. سنة كاملة بتحاول تقنعني. دايما لما بيروح الجيم كل ما اشوفه مازن يا ابني الماني، يا ابني قول لي يا ابني الماني، يقول لي طب هشوف، لغايه اما ايه اول ما اسلام انا عايز ابدا خلاص الاسبوع الجاي. نلاقي سوا. فاهم يعني اسلام عايز ابدا الاسبوع الجاي يا ابني. طب يا ابني احنا لسه ما لا اسلام جاوب لي جروب وهنبدا الاسبوع الجاي. بس فكنت كل ما اشوفه فاهم ايه طبعا بعمل مارك يا مازن، يا مازن انت مش هنا، يا مازن ارجوك يلا بينا ننطلق. مفيش خالص. بس لغايه ما الحمد لله يعني اقتنع، يعني ربنا يسهل له في كذا حاجات. واحنا ان شاء الله بقى جاي النهارده اعرفكم عليه الاول، وجاي نتعرف على ايه اللي هيتم، يعني ايه اللي تم سوري معاه، ايه اللي عمله هو في رحلته. وان شاء الله الناس تستفاد يعني بالبودكاست دي، وان شاء الله تبقى حلقات كتيره مع كل الطلاب اللي هتعمل اللي وصلت لهدفها عندنا في ام اي جي. احنا طبعا بدانا بمازن، مازن من اكتر الناس مشهوره عندنا في ام اي جي، بنعمل معاه فيديوهات كتير. فاهم مازن بعت لنا فيديو، بعت لنا صور، فاهم عمالين بنستغله اسوء استغلال من غير فلوس، فاهم بقى كتر. شوف بقى السياسة ايه. فان شاء الله النهارده هنتعرف على مازن ونتعرف على الخطوات اللي هيعملها ان شاء الله. والفتره الجايه ان شاء الله برضه هيكون في زي بودكاست تانية مع ناس تانية وصلت الهدف بتاعهم، طلاب او مدرسين او ناس وصلت في الكول سنتر. هنجيب الناس دي كلها وهنقعد نتكلم معاها ان شاء الله. يعني نبدا بيها ان شاء الله، ممكن يبقى الغايه بعدين ان شاء الله. كفايه كلام كده انا عن مازن، هو بقى يتكلم عن نفسه شويه. عرفنا عن نفسك بقى كده، عملت ايه؟ طيب مين مازن؟ بص، انا عادي زي اي حد، خلصت كلية كنت امريكان هنا، بعدين دخلت اكاديمي هندسة. متسألنيش ليه دخلت اكاديمي هندسة؟ اندستريال انجينيرنج. ما اعرفش انا دخلت هندسة بدون اي سبب، يعني زي ما بيقولوا كده ربنا هو اللي كاتبها لك. تمام. كان مسهلها لك. كان بالظبط. انا في الاول كنت كمبيوتر، في اعدادي كنت محدد قسم كمبيوتر. اوكي. بس كنا بناخد كام ماده كده في الاول ليها علاقه بالكمبيوتر، فما كانش جاي معايا سكه قوي، فعجبني اكتر موضوع الاندستريال انجينيرنج. فاتكلمت مع كذا دكتور ودخلت وسالت في الموضوع، لقيت الموضوع كويس جدا ودخلت. الدنيا كانت ماشيه معايا، خلصت 3 سنين هنا. كنت 3 سنين؟ 3 سنين يعني انت كان قولي خلصت 3 سنين في الكليه؟ خلصت 3 سنين، وكان الجي بي اي 3.2 اللي هو كان كويس يعني، فما كانش وحش، فالدنيا كانت كويسه. بس مره واحده بدون اي سبب قلت انا عايز اتعلم الماني، زي ما يوم ما كلمتك بدون اي سبب كده، يعني مره واحده انا عايز اتعلم الماني. اوكي. وانت ظبطت لي الدنيا وجيت بدات. لحد دلوقتي ما كانش في اي فكره اصلا ان انا اسافر، ما اعرفش اي حاجه عن المانيا، ما اعرفش الدراسه هناك ماشيه ازاي، ما اعرفش الدنيا هتمشي ازاي. اول ليكسيون، تاني واحده، تالت واحده، موضوع مره كده واحده في دماغي، انا هقرا موضوع ان انا عايز اكمل دراسه في المانيا يعني. انا كنت خلصت 3 سنين، كنت لي سنتين يعني. اللي هو خلاص لما تخلص دراسه وتسافر عايز. بس ما اعرفش، قلت كده. فالموضوع مشى، قريت فيه كويس. بعدين جت فتره كده اللي قلت ايه اللي انا بفكر فيه ده، انا خلاص فاضل لي سنتين. بس الموضوع فضل في دماغي اكتر من اسبوع. بس برضه سنتين، يعني انت خلاص فاضل لك سنتين وتتخرج. ما هو ده انا انك تفكر انك ارجع تاني من الاول، موضوع شويه صعب. هو الموضوع شويه صعب، وانا لو فكرت فيها دلوقتي تاني انا ممكن ما اعملهاش. انا ازاي ساعتها ما اعرفش ازاي عملتها، هي بتبقى من عند ربنا كده. ازاي انا اخدت الريسك واروح واجرب واشوف الدنيا هتمشي ازاي. في حين ان كان ممكن اصلا في نسبه ان انا اضيع السنه من حياتي، بس حتى السنه دي لو ضاعت مش مهم، ما فيهاش حاجه يعني، على الاقل اتعلمت الماني يعني. والموضوع مشى وانا هناك دلوقتي، واول اجازه ليا في مصر اهو. الحمد لله على السلامه. منورنا على الميز. نورك. طيب بس برضو كان انك فاضلك سنتين وتخلص كليه، وكان في اوبشن كتير ده الناس كتير بتلجأ لها، ان هي انا مثلا تخلص الماستر، تخلص الباتشلر بتاعه، تخلص الكليه بتاعتها، بعد ما يخلص الكليه يعمل الماستر بره، سواء او في انجلش او بالالماني او بالانجلش. فانت ليه ما قررتش تاخد الموضوع ده؟ يعني الموضوع اعتقد هو هيبقى اسهل لك، انت مثلا في 3 سنين اوريدي درستهم، فانا اكمل سنتين وبعدين اروح اعمل ماستر.
ليه ان انا ارجع من زي مش هقول من الصفر، بس ارجع ان انا ادرس تاني من الاول خالص بعد ما قضيت 3 سنين في الكليه ومصاريف طبعا بقى ورايح جاي اكيد مصاريف في طبعاً. الاكاديمي يعني ما كانتش اقل حاجه. فان انا اروح هناك برضو كان موضوع ما كانش سهل جدا. ايه اللي خلاك تفكر ان انا السنتين دول ما اقضيهمش واعمل ماستر بره وارجع تاني؟ يعني ده كان سؤال اكيد يعني ناس اكيد دلوقتي بتفكر في الموضوع دلوقتي، يعني لما انا اخلص كليه وبعد ما اخلص كليه ايه اعمل ماستر. طب ليه فكرت ترجع من الاول؟ هو الموضوع ده كان ليه كذا سبب الصراحه، وفي ناس كتير فعلا بتقول ان هي تروح ماسترز فعلا وتخلص عادي زي اي حد طبيعي. اوكي. بس اول سبب منه ان انا كان فاضل لي سنتين في الكليه، وزي ما قلت مصاريف اكاديمي ما كانتش بسيطه، فهي مصاريف اكاديمي مع البلوك اكونت اللي محتاجينه عشان الدراسه هناك كانت تبقى هي. فانا كنت ليه اكمل سنتين وادفع دي وبعدين ادفع زيهم تاني. البلوك اكونت كان كام؟ البلوك اكونت كان 11400 بالظبط. كان بكام ساعتها اليوم؟ لا انا حضرت كل التعويمات الصراحه. هو انا بادئ وهو كان بما يعادل كان ب 10000 في الاول من ناحيه هناك من ناحيه المانيا، كان بما يعادل 190000 جنيه. اوكي. وبعدين هم زودوه بقى 11400 وبعدين مع تعويم ورا تعويم ورا تعويم لغايه ما وصل لان هو بقى 360000 جنيه. انا كنت فاكر ان انت مازن كنت يجمع فلوس، اول ما يجمع فلوس يحصل تعويم، بالظبط. بعدين يجمع فلوس تاني، اول ما يجمع فلوس يحصل تعويم. بالظبط. فاهم الموضوع كان يعني كان بالظبط كل شويه كل يجي لي يقول لي اسلام كنت شويه بعيط خلاص. والله فاهم، كل ما يجمع فلوس خلاص هيحول يحصل تعويم. حصل فعلا انت عديت بكل التعويمات فاهم كلها، اللي هو انا اي حد فاهم عنده مشكله في حسيت البنك ده اكونت كلها. اقول له كلم مازن فاهم. لا بس هو فعلا الموضوع كان صعب، بس في الاخر بيتحل من عند ربنا. يعني انا وصلت بيا المرحله ان انا في الاخر خلاص انا راح اسجل تاني في اكاديمي، راح اعمل ريجستريشن في اكاديمي تاني عادي خالص. الموضوع كان باظ وخلاص حصل يعني هعمل ايه. الحمد لله على كل شيء. ربنا كان بيوفق يعني سبحان الله. هو ربنا مرسم لك السكه طبعا بيوفقك فيها صح؟ طبعا. ما من بدايه اصلا ان انا قلت ان انا هتعلم الماني ما اعرفش زي ما قلت ما كانش بدون اي سبب. انا قاعد كده زي ما انا قاعد معاك كده مره واحده في الجيم فاكر؟ في الجيم مره واحده حتى لما كلمتك كنت في الجيم مره واحده انا هتعلم الماني ليه ما اعرفش. حتى في البيت كانوا بيسالوني ليه، طب ايه الهدف، ما اعرفش. حاجه كده جت من عند ربنا، انا عايز اتعلم الماني دلوقتي. عارف الطفل الصغير لما يشبط في حاجه ايوه كده بالظبط. يا سبحان الله ربنا كان ميسرها لك يعني. طبعا وانا البوينت حتى وانت في الكورس انت كنت تقول لي استنى خلاص مش هينفع اكمل، بقول لك لا انت وصلنا الليفل، انت اكيد ربنا موصل لك كل حاجه لغايه دلوقتي، اكيد اللي جاي برضو ربنا هيسهله لك. فانت ما قلت لك ان كان خلاص الموضوع باظ بس انا كملت طبعا بسبب ربنا. وبعدين انت اقنعتني ان انا اكمل، وبعدين انا ما كانش عندي حاجه يعني طبعا لسه عندي 3-4 شهور كمان لحد ما الكليه تبدا تاني. ما ليه لا ما اكمل خلاص ما فيش مشكله. انا كان عندي والله ثقه فيك مع سبحان الله. يعني الموضوع كان فاهم سبحان الله، والموضوع كان انت كان ما شاء الله في الدراسه كانت حلو ما شاء الله، كان عندك اللايستنج العالي البرفورمانس العالي ان انت يعني كان اللانجوج انت تدرسها صح. وكنت ما شاء الله مجتهد. فانا كنت عارف ان احنا هنعمل الميتنج ده، احنا كنا هنعمل البودكاست ده وانك برضو تتكلم مع الناس وتشرح لهم فاهم. فانا كان عندي ثقه فيك جدا ان انت ان شاء الله هتوصل. حتى كنت برضو اقول لك لا ربنا يسهل ربنا يسهل ربنا يسهل. ففعلا الحمد لله يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. السبب الثاني ان انا برضو زي ما قلت لك كذا سبب. السبب الثاني ان انا كنت عايز موضوع الجنسيه برضو. فهناك على حسب الولايه وعلى حسب اللي هي طبعا ليها اختلافات كتير، انا مش عايزين ندخل في التفاصيل دي. سنين الدراسه بتتحسب معاك يا اما بنص يا اما السنه بسنه يعني على حسب الولايه يعني. بس هي في الاول وفي الاخر بتتحسب. انا فكرت انا ممكن اروح هناك استغل الوقت ده دراسه وكمان بعد ما اخلص في نيه الماسترز طبعا باذن الله يعني، بس اخلص الاول الباتشلر وكل السنين دي تتحسب من سنين الجنسيه. وطبعا لما هناك بتروح مهما اتعلمت الماني مهما وصلت الليفل هتوصل هناك على الاقل اول شهر شهرين انت تبص لهم ان انتوا بتقولوا ده هو ايه ده انا مش فاهم حاجه. اللغه الشارع حاجه ثانيه خالص بالظبط بالظبط. ما تبقاش عارف ايه اللي بيحصل حواليك غير ان انت بتبقى تشوف هناك عايز تظبط الدنيا، عايز تظبط ظروفك، عايز تظبط حاجه. ما انكرش الصراحه اول ليله هناك متهيألي معظم الناس حصل لها نفس لا من الاول بقى احكي لي بقى من الاول خالص يعني هات من الاول خالص بقى موضوع اول يوم هناك خالص يعني اول ما نزلت المطار. واحكي لي الاول معلش هنروح للبوينت ان انت ايه خلاص انت جات لك الفيزا فاهم احساس بقى اللي هو ايه ده هو الموضوع جد ولا ايه موضوع واتس هابنينج. جات لك الفيزا ودي كانت بتحصل مع كل الناس وكانت هتحصل معايا. ان انت من اول ما يجي لك الفيزا خلاص انا عايز احجز الطياره بكره واسافر. اوكي خلاص مش عايز تظبط حاجه. ده اكبر غلط ممكن تعمله.
اكبر غلط كمان الناس بتعمله لما يجي لك فيزا، او في ناس بتبقى عايزه تسافر لمجرد انها تسافر، مش حاطه خطه هتعمل ايه هناك، فبتروح هناك بتتوه. مجرد وصلت هناك، طب المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. وده حصل، شفته على ارض الواقع. سكن بقى وكان مفيش الكلام ده خالص. مفيش خالص، بيروحوا بيتسوحوا هناك ويتبهدلوا جدا هناك. تبقى اول فتره طبعا كده انت تتبهدل، لازم تتبهدل، بس تبقى اول فتره وبعد كده الامور بتظبط. بس وانت مظبط حاجات على قد ما تقدر، البهدله بتكون اقل طبعا كتير. فبقول لك اللي حصل مع كل الناس، متهيألي معظم الناس حصل معاها كده. اول ليله بتبقى قاعد كده قبل ما تنام، انت مش متخيل ان انت وصلت، انت مش مستوعب فعلا ان انت وصلت هناك. يعني انت فاكر دلوقتي انت هتنزل الشارع هتلاقي بقى اصحابك، هتروح تقعد على قهوه، هتروح هنا الحاجات اللي انت عارفها، فبتبقى مصدوم. تصحى تاني يوم انت فعلا مش مستوعب ان انت وصلت، اللي هو احنا فين. بس الدنيا بتمشي وبتتعود، ولازم الحاله دي تروح منك. هي اول 3 شهور كمان اصعب 3 شهور. اصعب 3 شهور موضوع، سواء بقى انت رايح دراسه، عندك 50 سنه، عندك 20 سنه، هي بتبقى اول 3 شهور دول بيبقوا صعبين جدا. ان بتبقى فيه ابس اند داونز كتير قوي. مش بتكلم على عيشه نفسيا، تبقى انت مش عارف هو القرار ده انا خدته صح، طب اللي انا عملته ده يعني لو يرجع بيا الزمن اعمله تاني ولا لا. بتقعد اسئله كتير تفكر فيها في دماغك. بس الحاجات بقى اللي هتسهلها عليك طبعا هناك بالذات في المانيا، اللغه طبعا. النوت بوينت كمان انها من اول 3 شهور بيبقوا صعبين زي ما قلت. موضوع اللغه اللي هي لغه الامجاد شباخه، بتبقى بتقولوا ايه انا مش فاهم. بس مع الوقت بتقعد تسمعهم، تتعامل معاهم، تتكلم معاهم، خلاص بتبدا الدنيا تمشي عادي. بس انت قولي البعض موجوده، يعني البيز طبعا موجود. لازم من غير بس مش هتعرف تعمل اي حاجه. مش هتعرف تروح، مش هتعرف تيجي اصلا. هتبقى حافظ كلمتين اللي هو كله حافظهم، اللي هو هلو بيت دانكا ميت كارت بيت، كله حافظها. كله حافظها بالظبط. لكن غير كده مش هتعرف. شغل بقى، دراسه، حتى لو بتدرس بالانجلش هتحتاج برضه الالماني. حتى لو بتدرس بالانجلش مش في الدراسه نفسها. يعني مثلا لما تيجي تروح الستودنت سيرفيس سنتر مثلا، عندك حاجه في الكليه، عندك الموضوع ممكن يبقى بالالماني اسهل لك شويه. انجلش كل حاجه موجوده، وبيساعدوك كل حاجه بالانجلش. بس ممكن علشان تنجز حالك ممكن مش محتاج مثلا تروح ستودنت سيرفيس، ممكن تسال اي حد من زمايلك اللي بيدرسوا في اقسام ثانيه بيدرسوا بالالماني مثلا، او المان نفسهم كده. فالموضوع بيبقى اسهل لك بكتير. طيب انت مثلا دلوقتي في موقف في الشارع، يعني انت اسهل لك ان انت تعمل بالانجلش طبعا، مثلا انت عارف الانجلش طبعا. طيب هل يعني مثلا انت بتكلم معاك دلوقتي او دويتش مثلا، فاهمني، لقيت نفسي عصلكت شويه، الدنيا ما كانتش احسن حاجه في الاشقاخه او في عشان يعني هم بيساعدوك بس بوينت لو انت قلبت انجلش هم بيقلبوا انجلش والموضوع يبقى اتقل انجلش على طول، ولا على حسب. هل بتجبر نفسك انك تتكلم دويتش عشان تعمل مثلا فاباسمون؟ يعني انا مثلا انا شغال دلوقتي في جيم هناك مع الدراسه، جنب الدراسه. هناك في ناس بتتكلم انجلش وفي ناس ما بتعرفش تتكلم انجلش خالص. فالناس اللي كانت بتتكلم انجلش كانوا في الاول عايزين يجوا يتعرفوا عليا وبتاع، فبداوا يتكلموا انجلش. انا قلت لهم لا، انا عايز كلكم تتكلموا معايا في دويتش بس عشان انا عايز احسن من الدويتش. تجبر نفسك تجبر نفسك. اصل انت لو اتحطيت ان انت تتكلم انجلش بس خلاص مخك هيستسهل الموضوع. انا نازل اسبوعين اجازه، هو في حاجه حاسس ان انا نسيت حاجات، لازم ارجع عشان ابدا اتكلم مع الناس تاني. فانت لو اجبرت نفسك ان انت تتكلم انجلش خلاص الموضوع هتستسهله قوي. طب موضوع الاهل، يعني موضوع انا عارف ان انت يعني ايه فاهم، يعني مرتبط باهلك جدا، موضوع كوالدتك مروان، والدك طبعا، فانت كنت دايما مرتبط باهلك جدا، فموضوع ان انت فاهم، خاصه انا عارف انت مرتبط بوالدتك جدا يعني، فخاصه انت فاهم انا مسافر، فهل الموضوع ده كان صعب شويه في الاول؟ ازاي اتغلبت عليه؟ اكيد طبعا الموضوع مش زي ما تكون مع اهلك، فاهمني، يعني اهلك دايما بيكون دايما باك بون زي ما بيقولوا طبعا اكيد، فاهمني، لكن انت من غير اهلك هناك مثلا ازاي عرفت ان انت تتغلب على الموقف ده، على الموضوع ده، فاهمني؟ مش تتغلب عليه، يعني ازاي تخليه اسهل؟ هو انت مش هتخليه اسهل، هو كده لازم يبقى اسهل. يعني انا رايح هناك انا ما بعرفش اقلب التين على النار، ما كنتش بعمل اي حاجه هنا خالص. بتروح هناك لازم تتعلم، لازم، اصل انت مش هتطبخ، هتاكل من بره، مش هتلاقي تاكل، يعني فلوسك كلها تخلص على اكل من بره. فانت لازم تتعلم. لكن حوار نفسيا ده وكده هو بيبقى صعب، بس لما بتنزل اجازه الموضوع بيبقى اسهل شويه. بتبقى يعني انت متطلع ان الاجازه تيجي علشان تشوفهم، فبتركز في الموضوع ده والايام بتجري. بس بيجي لحظات كده، ده بقى بالنسبه لاي حد مش ان انت مرتبط باهلك وكده، بيجي لحظات بتبقى ماشي في الشارع كده مثلا تقعد تفكر اللي هو انا بجد لوحدي،
انا بقيت لوحدي. صعبه دي. مش لوحدك اللي هو مفيش حد معاك، لا مم. انت قايم بمسؤوليه نفسك من مم. جميع الاتجاهات، مم. ماديا، اي حاجه مم. اي حاجه ممكن تتخيلها انت قايم بنفسك فيها. تقعد تفكر كده، يعني انا لا قدر الله حصل لي حاجه دلوقتي، يعني مفيش حد معايا، الموضوع بيبقى مرعب. بس في نفس الوقت تبص ان انت وصلت للمستوى ده وبقيت معتمد على نفسك، تبقى مبسوط ان انت وصلت للموضوع ده، فخور بنفسك. فخور بنفسك. يعني ما اقدرش اقول تبقى فخور بنفسك اللي لسه برضه، لا بس الواحد برضه بيبني نفسه انت يعني، وصلت يعني فاهم حاجه يعني الحمد لله يعني. فاهم وصلت هو طبعا عديت كذا كذا اوبستكل يعني ولما الحمد لله. ترجع توصل لكل اللي فات، انا عملت كل ده ازاي؟ في مده اللي هو ازاي؟ هو طبعا مش حاجه كبيره برضو، بس بالنسبه للشخص، كل شخص حاجه مختلفه بالنسبه له عن شخص تاني. صحيح. فبالنسبه لي انا مثلا بص، لا عملت كل ده توفيق ربنا ازاي؟ طبعا توفيق ربنا بجد. توفيق ربنا يعني. زي ما قلت لك كنت خلاص الموضوع خلص، حتى اصحابي كنت خلاص اقول لهم خلاص انا راجع اكاديمي معاكم وكده. في اخر لحظه الموضوع تم والفيزاات وكل حاجه اتظبطت، رحت هناك. حتى موضوع السكن هناك، السكن فيه ازمه طبعا، واكيد ناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده وكده. كان ربنا موفقني. انت رحت لآسر صح ولا آسر ظبط لك؟ آسر هو صاحبي كان معايا هنا في اكاديمي اصلا، سابقني بسنه، وهو راح الكليه اللي انا كنت عايز اروحها في المدينه اللي انا عايزها بالصدفه، يعني احنا مش مظبطين مع بعض اصلا. اوكي. انا عرفت وهو مسافر قبلها بيوم بالظبط يعني. فانك يكون ليك حد هناك برضو دي حاجه مش ليك يعني طبعًا ان انت بيساعدك مثلا في حاجه، بيديك على الاقل بيوفر عليك طيب. فبقول لك كان عندك سلاح ذو حدين، ان انت تعتمد عليه قوي ويساعدك، وفعلا الموضوع ده يسهل عليك الدنيا، يا اما تعتمد عليه زياده عن اللزوم. موضوع ايه؟ موضوع ان يبقى ليك حد هناك. ليك حد هناك اصلا. وتكسل. ان انا لما كنت هناك صاحبي طبعا سايل لي حاجات كتير يعني، وساعدني في حاجات كتير يعني، بس كان بيبوش، ما كانش بيعمل لك كل حاجه يعني، هو كان جاست بيجايد يو كده. بالظبط. وفي واحد صاحبنا تالت كان معانا برضو، بس يعني الدنيا كانت مش متظبطه معاه في الاول وكده. طبعا بنساعده ان كان في حد هناك، بس هو ممكن يكون استسهل الموضوع شويه. اوكي. فعشان كده بقول لك هو سلاح ذو حدين فعلا. تمام جدا. طب عايز اسالك سؤال بقى، ما تسافر اما بتتوه هناك في المانيا، تروح في مكان مثلا تطلع على البحر تلاقي، فاهم يعني مثلا هناك لما بتتوه، انا بتوه في اسكندريه عندنا ايه، تطلع على البحر، فاهم، يطلع على البحر او يطلع اي حته، فاهم، هتعرف توصل. هناك بقى ايه يعني لما بتتوه هناك مثلا ايه اللي بيتم، ايه اللي بيحصل؟ اسمها توه هناك. مفيش حاجه اسمها توه. اجي انت معاك الموبايل ونت في كل حته، والجي بي اس شغال يعني بيرفكت، يعني اكتر من بيرفكت كمان. فانت مفيش حاجه اسمها البحر. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتوه فيها، مش تتوه، تركب باص غلط. يعني ده حصلت معايا. كان ربع يوم رحته، كان في باص بنفس الرقم، واحد بيروح مدينه ثانيه وواحد بيروح المكان اللي انا عايز اروحه. اوكي. بس هو كان بنفس الرقم، تمام، بيجوا ورا بعض. انا ما كنتش افهم الموضوع ده، فركبت الباص اللي بيروح المدينه الثانيه، فرحت كانت الساعه 12 بالليل. طيب كده. خلاص سافرت. تضطر تفضل مستني نص ساعه لحد ما نفس الباص ده يلف اللفه بتاعته ويرجع ياخدك ينزلك نفس المكان اللي انت كنت فيه. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تحصل هناك، يعني ان انت تتوه بقى مش عارف تروح فين وتيجي منين. لا مفيش كده، انت الجي بي اس كله معاك يعني. اكبر عقبه طبعا في موضوع السفر دايما مش بتكون اللغه قد ما بيكون البلوجد اكونت. بالظبط. فانك تسافر دايما اكبر عقبه البلوجد اكونت، خصوصا مع فرق العمله اليومين دول، فالدنيا بتبقى صعبه جدا. طيب طبعا غير اللغه، تعال قول لنا على الاوبشنز غير البلوجد اكونت. يعني في بلوجد اكونت وفي موضوع الضامن، فده ايه مزاياه وايه عيوبه، وده ايه مزاياه وايه عيوبه، وايه الاصعب يعني، فاهم؟ نتكلم مثلا على بلوجد اكونت ونتكلم على الموضوع ده. البلوجد اكونت صعوبته طبعا وعيبه الكبير هو تجميعه طبعا. بس مجرد ما جمعته خلاص وبقيت هناك، بتروح هناك بتصرف منه لحد ما تلاقي شغل هناك. شغل يكفيك اكلك، شغل تكفي نفسك. بارت تايم طبعا انت ليك 20 ساعه تشتغلهم في الاسبوع. 20 ساعه يعني مثلا كام؟ مثلا ممكن على حسب مثلا كام يعني مالي كده كايه بالظبط يعني المرتب يعني هو المينيمم 12 40 12 ونص مينيمم. ممكن تاخد بقى ده المينيمم يعني، واكيد في اكتر وفي ما فيش اقل طبعا، هو ده المينيمم يعني. ميزه البلوجد ان انت هناك في اول فتره طبعا ممكن تاخد وقت عشان تلاقي شغل، تقعد شويه بتاع، فانت تصرف منه لحد ما تلاقي شغل. بس انت طبعا يعني لو فضلت معتمد ان انت هتصرف منه هتتفشخ يعني. انت هيجي السنه الجايه اللي بعدها عايز تجدد الاقامه، هتجددها ازاي؟ هتلاقي نفسك محتاجه تاني. لازم السنه عشان الاقامه تتجدد لازم البلوج يفضل زي ما هو. بالظبط. وإلا... مش يفضل زي ما هو، بص هو رسمي يفضل زي ما هو، بس تختلف من موظف لموظف.
ان هناك في المانيا في نقطه اللي هو موضوع الموظفين ده، اللي هو انت على حسب مزاج الموظف اللي قدامك فعلا ممكن يمشي لك الدنيا. يعني مثلا قدمت البلوج ده عشان انا تجديد الاقامه بتاعي يوم 5/9 ان شاء الله انزل معاك. قدمت له البلوج ده القديم اللي هو بتاع اول سنه، هو مش كامل. قدمت له عقد عمل كده، ما قاليش اي حاجه. يلا، وعن البلوج ده القديم ده اصلا مش بلوج ده خلاص، ده كله بقى في حسابي يعني بقى فلوس. في ناس تانية قدموا البلوج ده، قدموا عقد عمل، قالوا لهم لا احنا عايزين البلوج ده على الاقل نصه محطوط كبلوج. فطبعا دول سافروا كده. مش سافروا، لا عادي، هو معاهم فلوس بس هيحطوه بلوج. بس في ناس طبعا بتبقى مستلفه الفلوس، في ناس برضه عايزه ترجع الفلوس، اهلها محتاجين الفلوس دي. فالموضوع بيبقى ايه، ازمه شويه. يعني البلوج ده انت مش بتقدر تتحكم فيه، انت بينزل لك 929 يورو كل شهر بالظبط منهم. فانت يعني ان شاء الله بعد ما تجمع موضوع البلوج ده لازم حلقات ده تحافظ عليه هناك. بالظبط، تحاول بقى تشتغل بارت تايم. بالظبط لازم. ده كده كده، حتى يعني لو انت مش عايز تشتغل بارت تايم، انت البلوج هيعيشك كويس، بس انت لو اشتغلت ممكن يجيلك فلوس اكتر من اللي هتنزل لك بالبلوج اصلا. اوكي. طب في ناس اللي هو طلاب اللي بتوع السنه التحضيريه بيكون عدد ساعات الشغل بتاعتهم قليله. الموضوع اتغير. اتغير لسه متغير مع قانون الجنسيه الجديد. تمام. ايه اللي حصل بقى؟ الصراحه انا ما عنديش علم بالظبط تفاصيله بس ايه. عدد ساعات اكتر يعني شغل؟ ما تقريبا بس مش متاكد الصراحه ان هو بقى زي العادي بين 20 ساعه في الاسبوع. اوكي، عشان بحيث انه يقدر يعيش حياته يعني شويه، يقدر يجمع فلوس اكتر، بدل ما كان موضوع السنه التحضيريه ده كان بيبقى دلوقتي كمان بقى 12,000. 12 طيب. كل شويه عمالين يزودوا. في تضخم هناك طبعا، الدنيا بتزيد شويه. بدا يعني هو كان اللي اعرفه يعني كان دايما الناس بتلجا لو اشتغل اسود، ولو اشتغل اسود بيحصل له طبعا يعني بينزل له. بص في ناس بتشتغل اسود بس لو اتمسكت تدعي ربنا ان هم يرحلوك. يعني تقول يا رب يرحلوني. مش محتاج تشتغل اسود اصلا. 20 ساعه في الاسبوع ده انت هتشتغلهم بالعافيه مع الدراسه. عشان الناس بتبقى فاهم اللي هو بتسافر، لا انا هشتغل وهعمل وهسافر. في ناس بتغلط الغلطه دي كتير قوي. بتروح بتشتغل بتلاقي ان الفلوس بدات تبقى حلوه وكده، بينسوا الدراسه. مش بينسوها، بيسرحوا جدا عن الدراسه. بيلاقوا نفسهم ان عدى اول سنه سقطوا في معظم المواد. وبيلاقوا ان السبب الاساسي ان هم رايحين عشان اللي هو الدراسه بدا يطير منهم. بيرجعوا لا المفروض بقى نركز في موضوع الدراسه تاني وكده. فدي غلطه الناس بتعملها. بالانس. بالظبط. هو صراحه ال 20 ساعه مناسبين. 20 ساعه في الاسبوع مناسبين جدا. يعني مع الدراسه، مع ان انت تظبط حالك برضه، ان انت في حاجات تانية دراسه وشغل، بس في حاجات تانية برضه لازم تعمل. في مذاكره في البيت، في شغل البيت بقى نفسه اللي هو بقى الغسيل، الطبيخ، التنظيف، الحاجات دي كلها طبعا. وفي لازم تتمرن يعني، او تمرين، ولا عايز ترفع عن نفسك شويه. طبعا. فلازم تنظم وقت، ان انت لو هتفضل طول حياتك بتذاكر وبتروح الشغل وما بتعملش اي حاجه غير كده تتخنق. هناك الدنيا صعبه في موضوع نفسيا ده. عشان في الشمس. بص الموضوع ده انا كنت اقول بحب الدنيا تبقى مغيمه، الدنيا اصلا بتشتي قليل قوي عندنا، بحب الشتاء وكده. لكن لما رحت هناك الموضوع صعب فعلا نفسيا. صعب. ممكن تقعد 3 اسابيع ما تشوفش الشمس خالص. في الصيف الدنيا تبقى درجه الحراره مثلا 25 27 والجو جميل والناس طالعه في الشوارع وكده. في 5 دقايق بدون مبالغه هتلاقي برق ورعد والدنيا. والناس شافت الموضوع ده في اليورو حتى. يعني اليورو اللي فات الناس اللي بتتابع كوره يعني شافت الموضوع ده. الدنيا تبقى شمس ومره واحده برق ورعد وكأن الدنيا بقت ليل. فما تقدرش تعمل حسابك على حاجه. طيب احكي لي ازاي مثلا ان انت الواحد يقدر يعمل يعني يكتسب مثلا موهبه من هنا، بحيث ان هو ممكن يقدر يشتغل بيها هناك بارت تايم. يعني مثلا انا اعرف انت كنت ليك في موضوع الفتنس، موضوع الجيم، فانت لما رحت هناك مثلا حاولت تدور على حاجه في الفيلد بتاعك، ان انا ادور ان انا اشتغل في جيم. الحمد لله ربنا وفقك في الموضوع ده. فاحكي لي يعني، قول لي ايه الحاجات اللي اقدر اعملها من هنا، بحيث ان انا ممكن ادور الاقي شغل هناك. موضوع ان انا الاقي شغل يبقى اسهل لي يعني. بص لو انت مثلا في كليه هنا زي اللي حصل معايا بالظبط، حاول تعمل انترنشيبس كتير. او تريننجز شركات. اوكي كتير. لان هناك كدراسه محدش بيسال اصلا عن الجي بي اي، محدش بيسال على الدرجات. ده اللي انا شفته قدامي. هناك في طبعا ليك 20 ساعه في الاسبوع، انت ممكن تشتغل فيرتشوال ستودنت بمجالك في شركه بدراستك. تشتغل ال 20 ساعه برضو بتوعك في الشركه دي. بس طبعا بيبقوا معتمدين رقم واحد على اللغه طبعا رقم واحد فيها طبعا. في حاجات كتير ممكن تلاقي، مش كتير بس ممكن تلاقي حاجات بالانجلش يعني. بس الالماني طبعا بيبقى اكتر بكتير. وبيهتموا موضوع لو انت عامل انترنشيبس كتير هم الاكسبيرينس عندهم رقم واحد.
عندك اكسبيرينس في حاجه معينه تقدر تشتغل فيها هناك. اللي ساعدني ان انا برضو اشتغل في الجيم ان انا كان عندي اكسبيرينس شويه في الجيم، فهو الاكسبيرينس رقم واحد هناك. الاهم منها اللغه طبعا زي ما قلت. ده بيبقى احسن حاجه، وطبعا كل الطلاب هناك بنحاول نلاقي حاجه زي كده. لان انا مثلا انا بدرس دلوقتي انجينير مانجمنت او اندستري انجينير، نفس الكلام. فانا نفسي الاقي حاجه ليها علاقه بمجالي، بحيث ان انا اكتسب خبره والسي في بتاعي. تمام، الجيم شغال، البوينت اللي انا خدتها منه ان انا عايز اصرف على نفسي وابعد عن البلوج وكده، خدت النقطه دي، اتعرفت على ناس وبتعمل معارف، ومعارف هناك مهمه جدا جدا جدا. كل حاجه بتبقى ماشيه بالمعارف برده شويه وكده، حتى مش واسطه على قد ما هو مثلا واحد شغال في شركه يقدر يعمل لك ريكومنديشن. حاجات كتير قوي ماشيه هناك كده. يعني هناك مفيش واسطه؟ في واسطه ما يقدرش في العالم كله في العالم كله. بس في اغنيه اللي واسطه انت تدخلها بقى، والله بتبقى جامده جدا الموضوع ده. في اغنيه والله هبعتها لك، واسطه ما علينا، عارفها؟ هبقى ابعتها لك جدا. انا بتكلم على الشغل، لكن طبعا حاجات مثلا الرخصه وكده لا مفيش الحاجات دي. لكن بتكلم عن الشغل، حد يعمل لك ريكومنديشن، حد يزقك شويه وكده، بس مش ان هو ياخد حد مش فاهم حاجه. لا، انت لازم برضه يكون كويس، ما انت لازم تستفيد بيك على قد ما تقدر. بالظبط طبعا. انا مش عايز يخسر هناك. يبقى البوينت انت بتقولها اللي هو موضوع تريننج، اللي هو يعمل تريننج في شركات، يعمل تريننج في تاني، يعني يأسس نفسه على قد ما يقدر، بحيث ان لما يروح هناك يعرف يلاقي فيرك ستودنت في الشركه هو في مجاله، يعني ايا كان المجال اللي هو بيدرسه. وفي ناس عندنا في الجيم بتدرس سبورت ساينس، بتعمل دوال ستوديوم عادي. فهو اي مجال هناك ممكن تعمل دوال ستوديوم، ممكن ليه يعني الدنيا مختلفه عن السيستم بتاع هنا شويه. ده بيبقى احسن حاجه هناك صراحه. انا نفسي بدور على دوال ستوديوم دلوقتي طبعا. الموضوع بقى الدومن برضه صعوبته ان انت تلاقيه، وان اللي بيعمل لك الدومن بيبقى عليه مسؤوليه كل حاجه. يعني انت مثلا جالك غرامه في حاجه ما دفعتهاش، ممكن تيجي عليه هو، او هي هتيجي عليه هو. يعني قدام الدوله هو المسؤول عنه. لازم حد يبقى درجه اولى يعني مثلا؟ لا، مش لازم حد يبقى درجه اولى، ممكن حد اصلا مش قريبك. مش شرط اصلا. وايه اللي يخليه يقبل يعني؟ حد انت عارفه كويس، حد توفيق من عند ربنا كده، قال لك يلا فقبل. بس ما اقدرش اعتمد عليها 100% ان انا عندي ضامن. لا، تعتمد عليه عادي. لو انت واثق من حد انه هيعمل لك ورقه الضامن عادي. في ناس عارفها هناك وماشيه موضوع الضامن كويس. هي عيبها بس ان انت زي ما قلت لك، ان انت لما مثلا لا قدر الله بتمشي من شغلك، تقعد فتره ما تلاقيش شغل، والفلوس اللي انت رايح بيها بتخلص، بتحس ان انت مزنوق. هتعمل ايه؟ ما انت مفيش بلوج اكونت، مفيش بلوج، مفيش فلوس بالظبط. فاهمني؟ والضامن مش هيصرف عليك. مش هيصرف عليك طبعا. هتديك فلوس بالظبط، اكيد. فاهم؟ فهي دي عيب الضامن. بس ميزتها ان انت مثلا لما تيجي تجدد دبلومه جديد، الدبلومه عندك بيكون اسهل. يعني في ناس بتاخدها سنه سنتين اساسي متعدد على الموظف، بس ضامن يعني معظم الناس اللي كنت عارفها معاهم ضامن اخدوها سنتين، بياخدوا الإقامة سنتين، فده بيريح دماغه على طول. مش محتاج موضوع بلوج اكونت، مش محتاجه اصلا. لو معاك ضامن مش محتاجه. هي بس مشكلتها ان انت لازم تشتغل في اسرع وقت ممكن، ومفيش اوبشن تاني. يعني مثلا ايام الامتحانات، مثلا لو واحد معاه بلوك وهو رايح اساسا عشان دراسه، والشغل خلاص مزنوق، مع ان انت بتاخد اجازات وقت الشغل عادي، مع ده طبعا مع ناس تانية معينه يعني عارفينه كويس، بس تاخد اجازات وقت الشغل عادي. وقت الامتحانات لو انت المدير بتاعك مش عايز يديك اجازه وقت الشغل وخلاص مفيش حل تاني، هتسيب الشغل. عندك البلوك بتاعك اساس الدراسه بالنسبه لك، مش عشان تشتغل يعني. صح. لكن موضوع الضامن لا، الشغل انت لو سبته مش هتعرف تصرف، مش هتعرف تدفع ايجار، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تاكل. بالظبط. فالموضوع يبقى صعب شويه فعلا. فيعني انا ما اعتمدش على الضامن فقط، لا اعتمد اعرف كل حاجه بمزاياها وعيوبها. يعني موضوع ان انا عندي ضامن، لا لازم اعرف ان انا لو في حد هيضمنني، لازم اعرف ان انا هشتغل عدد ساعات اكتر، فهيأثر على الدراسه شويه. مش هتقدر تشتغل عدد ساعات اكتر الا في الاجازه. هو ليك عدد ساعات معينه في السنه كلها، انت تشقلب بقى اعملها زي ما هي يعني. بس اهم حاجه ما تطلعش من عدد الساعات المعينه دي. موضوع انك تحافظ على عاداتك وتقاليدك وانت هناك. احنا عارفين طبعا في المانيا العادات والتقاليد مش زي عادات والتقاليد عندنا في مصر، مختلفه تماما. فانك لازم تكون اوبن، انك تتعامل مع ناس بديانات مختلفه، تتعامل مع ناس بتفكير مختلف، اوبن خالص. زي ما احنا بنشوف الايام دي الموضوع مش اسهل حاجه. فقول لي ازاي تأقلمت انك اوبن، انك تتعامل مع اي حد، او انك انت اوكي انا متقبل ان انا اتعامل مع اي حد، اديل وذ اي كونفليكت يعني، او اديل وذ اي. والله هو الموضوع بيعتمد عن تجربه شخص لشخص، بيختلف تماما.
يعني انا مثلا معايا، انا ما شفتش اي حاجه حصلت معايا وعادي، ما انا ليا دعوه بنفسي، اوكي. ماليش دعوه باي حد تاني. مهم. انا هتعامل معاك زي ما انت بتتعامل معايا، تعاملني باحترام انا هعاملك باحترام. مهم. بدات يعني تتطول شويه وتعدي حدودك، لا هوقفك عند حدودك. اوكي. فلكن حته ان انت الدين وكده لا، ما فكرش فيها خالص هناك اصلا. مهم. حتى الناس يعني فكرش مثلا بحيث ان انت ما تفكرش في موضوع ان انت هتتعامل مع شخص اخر عادي خالص، لا خالص، لكن الحمد لله محافظ على كل حاجه هناك از ان انت في مصر ده يعني. اساسي، ده اساسي. انت ليه دعوه نفسك. بص هو هناك الحاجات كلها سهله، اي حاجه عايز تعملها ممكن تكون سهله، بس زي ما اقول لك لازم تشغل نفسك بحياتك. يعني لازم تركز في الدراسه، تركز في الشغل، تمرين او رياضه او اي حاجه عامه. مش لازم تسيب نفسك فاضي يعني. لازم لان انت هتلاقي نفسك فاضي هتبدا تنزل مع ناس وكده، وكلنا ضعفة طبعا، يعني اي بني ادم ضعيف يعني. انا زي كنت تحت بفكر كده بقول اللي هو انت مش قوي، انت بس ما اتحطيتش في الاختبار الصح. اوكي. لسه ما اتحطيتش في الاختبار. مهم. حلو. فالموضوع هناك انت ودينك، يعني انت وعلاقتك مع ربنا دي رقم واحد طبعا. وفي الاول زي ما بقول لك انت واحد تعبت واجتهدت علشان تروح هناك وربنا كرمك. انت سافرت هناك مش بمجهودك، بتوفيق ربنا. اكيد طبعا. فتروح هناك تروح مضيع كل اللي انت عملته يعني بعد ما ربنا وفقك ايه يعني بالظبط. الواحد لازم على الاقل بالظبط. يصون النعمه يعني زي ما هو. لكن حته بقى مثلا حد بيتعامل معاك بعنصريه علشان مثلا دينه مختلف عن دينك كده، عامل زي الموقف دي صح؟ انا ما شفتش اي حاجه من دي حصلت معايا. بالعكس انا مثلا يعني في الجيم لما باجي مثلا لان الاوضه معينه بتاعت الاستاف وكده باجي اصلي فيها، في ناس بتبقى قاعده جوه تيجي تشوفني بفرس السجاده يطلعوا بره. بس في يسيبوني اشاعات كده. ان هناك كان هو في بتعتمد بتبقى على الشخص نفسه. مم. بس انا الصراحه يعني ما شفتش موقف قدامي ولا ما فيش حاجه حصلت قدامي كده الصراحه. طب هتتعامل ازاي لو في موقف حصل زي ده كده مثلا؟ هو هناك ان انت هم اصلا بيخافوا من الموضوع ان انت ممكن تبلغ عنهم. اوكي. بيخافوا من الموضوع فده ده حقوق جدا. يعني ان انت طبعا طبعا ان مم. انت ممكن تبلغ عنه ويبقى في مشكله كبيره بسبب الموضوع ده. مم. فمفيش حد بيعمل حاجه كده على الاقل معايا، يعني ما شفتش حد او ما شفتش موقف قدامي حصل حاجه كده. نروح بقى للجانب التاني، موضوع بقى الحفلات والسفر بقى واكتوبر فيست السفر ويلا بينا. بص ما هو ماشي الاكتوبر فيست والحاجات دي والفيست عامه، الفكره ان انت هناك معظم الحاجات دي بتبقى كلها شرب وكده. ماشي انت بتروح مثلا عشان الملاهي والحاجات دي وكده والالعاب وتغير جو وكده، بس هو الاساسي بتاعها بيبقى شرب. تروح وتتفسح وتعمل كل اللي انت عايزه بس تبعد عن الحاجات دي. ابعد. بتبقى اكسبيرينس جديده، بتتعرف على ناس جديده، بتشوف حاجات جديده، بتشوف حاجات مختلفه تماما عن اللي انت حاجات بتشوفها في الافلام بس. اوكي. يعني مثلا كنت رايح ازور واحد صاحبي في فرانكفورت وكنا قاعدين بناكل في مطعم، في ناس جنبي لقيتهم بيسالوني انتوا بتاكلوا ايه. هم ما كانوش المان، كانوا بيكلموني بالانجلش حتى. ففهمتهم الاكل احنا بناكل ايه، وكنا بناكل دونر يعني. فهمتهم احنا بناكل ايه وكده، فراحوا طالبين دونر مش تونه. مش تونه دونر. ففهمتهم احنا بناكل ايه، راحوا طلبوا الاكل زيه. بعد ما خلصوا انا سالتهم عجبكم الاكل؟ قالوا لي حلو قوي. طلعوا من اسكتلندا اصلا. وناس بقى، هو واحد وصاحبته او واحد ومراته حياتهم كلها عباره ان هم عندهم كرفان وبيلفوا بيه اوروبا كلها وعايشين في الكرفان ده مبسوطين جدا. وبيلفوا اوروبا كلها فعلا بيه، يعني قاعدين مثلا سنه ونص عمالين بيلفوا ما بيعملوش اي حاجه في حياتهم غير ان هم يلفوا، ده بيتهم. في كل بتقابل ثقافات مختلفه، بتتعامل مع ناس مختلفه جدا جدا، منفتح يعني انك تتعرف على ناس. يعني مثلا انا اتعرفت على ناس من البرازيل هم مش عايشين في المانيا، هم جايين بيدرسوا اللي هو ايه اللي هو تبادل الطلاب، كانوا ترم واحد كده. اتعرفت عليهم، يعني اكتشفت ان البرازيل فيها جزء نفس ثقافه بافاريا. اوكي. حاجات اول مره البرازيل فيها كده. احنا بنسمع عن البرازيل بقى مثلا ريو والحاجات الكوره وبتاع والعصابات والشغل دي، طبعا مفيش الكلام ده خالص. ليهم حاجات تانية وليهم حاجات مختلفه تماما مش هتعرفها غير لما تتعرف على الناس. انت بتشوف حاجات جديده. اما السفر بقى تعرفين انت مثلا صاحي النهارده الصبح زهقان، معاك فلوس، ما عندكش حاجه تعملها، يلا انا رايح براغ، يلا انا رايح مش عارف روما، انا رايح مش عارف فين. الموضوع سهل جدا جدا. انت بتنزل الطياره اصلا مفيش جوازات ولا اي حاجه عشان انت جوه الشنجن. انت بتنزل كانك نازل من المشروع.
اصلا تنزل كانك طالع من الاوضه داخل الصاله عادي ده لو معاك اجازه صح؟ لو في اجازات يعني في الويك اند. ويك اند اوكي، فانت ممكن تصدر قد ايه؟ صد رد طلعت ساحل. يعني بالظبط. هو فعلا في حاجات مثلا ممكن تروحها بالباص في 4 ساعات، تروح 4 ساعات جاي، انت كانك رايح القاهره. فبتروح وتتفسح وتلف وتشوف حاجات جديده وكل بلد مختلف عن التانيه، كل بلد لها ثقافتها مختلفه عن التانيه تماما. صاحبي انا مبسوط جدا والله وأنا العظيم أكتر يعني. اولا شكرا انك جيت يعني، لا على ايه ده. ومبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده يعني، بحيث ان احنا الناس يعني تستفاد من خبرتك. ربنا يخليك. وانا بدات اصريت ان انا ابدا بيك يعني، عشان بدل ده يعني اخويا يعتبر والله وجاري يعني بيقولوا بعض فاهمني. والله. فانا مبسوط جدا ان انا شفتك النهارده وان انت جيت النهارده بجد، ودي حاجه يعني تشرفني يعني انا في اكتر والله، MIG هنا، الشرف ليا. ان انت تبقى من يعني عايز اقول لك ايه الفوا بيلد، انك تكون فوا بيلد كده قدوه للناس اللي عايزه تسافر يعني. بتتكلم الماني، انت مش قلت ما تعرفش حاجه عن الالماني؟ صح ما اعرفش حاجه يا مازن، شكرا يا مازن على عفوا. الزياره الحلوه دي، وشرفتنا في MIG يا معلم. شرف ليا. حبيبي يا ريس.